انا حصل لي حادثه في 2018. فانا عايز اقول لك بقى على حاجه مهمه من تجربه الحادثه دي. انا قعدت تحت العربيه لمده 10 دقائق مش عارف اطلع في مكان صعب، الدنيا ضلمه وصحراء ومحدش بيعدي. فقعدت اصرخ الاول الحقوني الحقوني، محدش بيلحقني عشان اللي حواليا كله هو مفيش حد بيعدي اصلا. فانا قاعد رقبتي مزنوقه بين عجله العربيه والرصيف مش عارف اطلع. وكل اللي بفكر فيه دلوقتي ان انا لو طلعت هتشوه، هتعمي، هيحصل لي حاجه. فلحد ما استسلمت واتشهدت قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، قررت ان انا استسلم خالص واتكل على الله في سلام. بعد ما غمضت عيني واستسلمت، في ناس كتير بتتكلم يقعد يقول لك ده شاف الموت بعينه، ده شاف الموت بعينه، بس ما اعتقدش ان في ناس كتير شافت الموت بعينها. واللي خلاني اصلا اشد وشي واقرر ان اتشوه، واتشوهت فعلا، بس الحمد لله يعني اتعالجت، قعدت كتير قوي اتعالج عشان وشي يرجع طبيعي كده زي ما انتم شايفين. بس وشي كان مسلوخ يعني. غير بقى الكسور كتير قوي، 4 ضلوع مكسرين، على ترقوة مكسورة، على كتف مخلوع، على المهم ان انا اللي طلعت بيه. لما بتبقى في ازمه بتصارع عشان تعيش من الاخر. يعني زي الشويه اللي انا كنت قاعدهم تحت العربيه دول، تفتكر في الشويه اللي كنت قاعدهم تحت العربيه دول كان ممكن يجي في دماغي اي حاجه من اللي منكده عليك دلوقتي؟ كان ممكن يجي في دماغك ان صاحبتك سابتك؟ كان ممكن يجي في دماغك ان انت مش معكش فلوس تجيب لبس؟ كان ممكن تيجي في دماغك ان عربيتك بايظه؟ تفتكر هتفكر في اي حاجه والله العظيم بجد من اللي بتنكد علينا احنا كشباب؟ فانت نفسيتك تعبانه عشان انت مرتاح، لازم تبطل ترتاح عشان نفسيتك ترتاح. اسمع الكلام ده تاني.